السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ في نقطتين عايز أتكلم فيهم مهمين قوي. النهاردة لما يكون في برنامج في التلفزيون أو في حديث مع أي حد يجي يقول لك أصل الزعيم الهضبة نمبر 1 أمير الغناء العربي، والله العظيم أنا أول ما نطقتهم وأنت اللي بتشاهد الفيديو أنت عرفت مين الزعيم الأستاذ عادل إمام، مين نمبر 1 الاستاذ محمد رمضان، مين امير الغناء العربي الاستاذ هاني شاكر، مين الهضبه الفنان عمرو دياب. يعني انت لا، في حاجات ما ينفعش احنا نخترعها وما ينفعش احنا نقولها مش بمزاجنا، لكن في حاجات هي كده. يعني ايه هي كده؟ يعني النهارده لما نيجي نقول كشري يعني الكبير كبير، الطعم الاصلي للكشري المصري ابو طارق رقم 1. يعني ايه يا شيخ حفناوي ابو طارق رقم 1؟ مش بمزاجي ولا بمزاج اي حد. ابو طارق المطعم الوحيد في العالم اللي حصل على موسوعة جينيس، اكبر طبق كشري في العالم، يوم 17/1/2015. ومازال وانا كنت الشيف التنفيذي بتاع المكان، ومازال انا الشيف التنفيذي لسلسله مطاعم كشري ابو طارق داخل مصر وخارج مصر، شيف حفناوي ابو الخيل. ده رقم 1. طب رقم 2، المكان الوحيد اللي جميع سفراء العالم جم كلوا في المطعم، صوت وصوره وفيديو زي ما تقول بقى، وقنوات وتسجيلات. يعني ايه؟ طب وخد دي كمان، والمكان الوحيد والمطعم الوحيد زي ما قول من اعظم 100 مطعم في العالم. فاصبح النهارده مش انا اللي اقول رقم 1 ولا انت ولا اي حد. عقلكم راح فين يا جدعان؟ مش شويه هلافيت طالعه تقول لك رقم 1 ونمبر 1 ونمبر 2، انت ما تقولش ولا انا اقول ولا اي حد يقول. لا، في ورق عالميا دوليا، في سفراء العالم كلهم جم كلوا طبق كشري عند ابو طارق. في طبق كشري مساحته 100 متر مكعب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه ده؟ 8 طن حبوب، موسوعة جينيس، من اعظم 100 مطعم في العالم. فاصبح النهارده انت ما تقيمش تقول انا رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 3 مش بمزاجك. لا لا يا جماعه، زي ما امير الغناء العربي الهضبه النمبر 1 مش عارف، لا 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 لا، هو معروف. تيجي سيره الكشري تعظيم سلام ابو طارق، تعظيم سلام لابو طارق. ابو طارق سبب نجاحه في مدرسه الكشري عندنا في التجمع الخامس. ليه معموله مدرسه الكشري؟ عشان اللي عايز يسافر دبي، عايز يسافر الامارات، عايز يسافر السعوديه، فروع في الامارات وفروع في السعوديه، في مكه وفي جده وفي الامارات، والقريه العالميه في الامارات، دراجون مول في الامارات. لا يا جماعه الموضوع مش سهل. مدرسه الكشري اتعملت في ابو طارق في التجمع الخامس عشان بتدي تريننج وبنعلم الناس اللي بتسافر ازاي تطبخ، وازاي يبقى عندها اتيتيود، وازاي تتعامل مع العميل، وازاي تتعامل مع الجست، وازاي تظبط الدنيا. فابو طارق مش من فراغ. يا ريت نفوق ويا ريت نصحصح. انا بس بقلب كده ولقيت شويه هلافيت، فقلت لا انا ما لازم ارد عليهم حتى وانا سايق. يعني حتى انا بسجل والله وانا سايق اهو، بس انا لا، لازم اسجل. مش بمزاجنا ابو طارق رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 3، لا، ابو طارق عالميا رقم 1 ومفيش كلام. كفايه سفراء العالم كلهم جم كلوا، كفايه موسوعة جينيس، كفايه من اعظم 100 مطعم في العالم، كفايه من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 10 بالليل الاجانب داخله طالعه داخله طالعه. لا بقول لكم ايه، انا مش هتكلم كتير عن ابو طارق. ابو طارق صاحب الكشري الخارق، طعم الاصلي للكشري المصري. السلام عليكم.